الله. الله يا معجزة، الفول محية آخر حلاوة، تسلم إيدك والله. يا سلام معجزة، اسمع ده مسمى مش بتاع. بجد ايه حكاية اسم بتاع ده؟ ده الاسم الموجود في شهادة الميلاد يا عم درويش. يا نهار اسود ومنيل. ده الاسم الموجود في شهادة الميلاد. مين اللي سماك كده؟ انا احكي لك. هو ابو الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. الله يرحمه. كان اسمه الحاج جابر الاشموني. بس هو الحقيقه الشغل كان ملطش معاه حبتين. كان بيشتغل ايه؟ تاجر مساخيط. مساخيط. تاجر اثار يعني. ايوه. هو فضل طول عمره بيحلم انه يبقى تاجر اثار، انما عمرها ما جت معاه، بس الحقيقه ما يئس. كان عنده حلم وقضيه عايش عليها يعني. هو كان عنده عمل طول عمره انه يبقى حاجه، انما للاسف عاش فقري ومات فقري. ايوه بس برضه ما قلتيش برضه بتاع دي جت منين يعني؟ لا مؤاخذه، انا احكي لك. المهم بقى جابر الاشموني ده الله يرحمه ويغفر له، كانت مراته حامل والشغل كان ضيق معاه قوي. المهم ربنا كرمه بحته تمثال اوريجينال اصلي. تمام. باعوا بيع عنب والفلوس جريت في ايديه. هوب مراته خلاص هتولد. التمثال كان اسمه ايه بقى؟ بتاع امنحتب. بتاع امنحتب كان اسمه كده. كانوا بيقولوها كده يعني. المهم يا سيدي راح عارف طلاق 3 على مراته لسمي الواد بتاح. يا سلام. تبقى فسوخه الشغل فسوخه في الخلفه. وبقى فسوخه بقى عايش مع اسمه عادي كده مبسوط يعني. بتاع ماله الاسم يا عم درويش؟ ده اسم جميل قوي. بس انا كان عندي مشكله واحده بس مع الاسم، ان العيال في المدرسه كانوا بيكتبوا بدل الحاء عين. بايخه. منظرك كمان يبقى مش حلو يعني. بتاع جه بتاع راح. معلش يا بتاع. هو ده البيت؟ ايوه يا باشا، عم طه ساكن هنا. هو عمل حاجه يا باشا؟ ليك في حالك. ايه بقى القطط دي كلها؟ اصل عم طه بيجوا هنا لعم طه عشان بيحط لهم اكل سيادتك. خبط يا اشرف، خبط جامد. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اتكل على الله انت. اهلا وسهلا. مساء الخير يا اسطى. كنا محتاجين بس نتكلم معاك كلمتين، ممكن؟ حسنية ابو الانوار. ايوه طبعا عارفها. هو حصل لها حاجه؟ لا حاج طه ما حصلهاش اي حاجه، بس هي كانت قايله لنا انك بتعدي عليها من وقت للتاني عشان تديها حواله باسمها. الكلام ده صح؟ لا شوف انا هفهمك. الحواله غير التحويل، وانا كان بيجي لي تحويل باسمي كنت بصرفه واروح اوديه لها لحد البيت. التحويل ده بيجي منين وباسم مين؟ اكترية الاوقات كان بيجي من اسكندريه، بس كل مره كان بيجي باسم شكل. وانت بتعرف منين بقى ان التحويل ده جاي للست حسنيه لما هو بيجي لك كل مره باسم شكل؟ يا ابني انا ما بحبش اتكلم عن اعمال الخير، بس مجيتكم في ساعه زي دي تؤكد ان في ضروره. ايوه يا حاج طه، هو فعلا الموضوع عندنا ضروري جدا، فيا ريت بقى تحكي لنا كل التفاصيل اللي انت تعرفها. من نيجي اكتر من 20 سنه جالي راجل طيب وقال لي ان في حاله انسانيه عاوزين نبعت لها فلوس تساعدها على المعايش يعني. الست دي كانت ضريره وبتجري على ابنها، وكان الاتفاق بيني وما بين الراجل ده ان هيبعت لي الفلوس باسمي انا، وانا استلم واروح اودي لها الفلوس من بره وامشي. واذا سالتني اقول لها جوزك هو اللي بيبعت لك الفلوس دي. وكان الميعاد اخر خميس من كل شهر. الراجل ده اسمه ايه؟ والله يا ابني انا مش فاكر، ده الموضوع ده بقاله اكتر من 20 سنه. وبعدين يمكن اكون ما سالتوش على اسمه اصلا. اصل الفلوس دي يعني بتيجي من عند ربنا وبتطلع لله. طيب كمل يا عم طه. فضلت الفلوس تيجي كل شهر في الميعاد، وكل مره باسم حد شكل. مره تزيد ومره تخس لحد ما طلعت على المعاش، والموضوع لسه في رقبتي لحد دلوقتي. ومين كمل بقى المهمه دي مكانك؟ لا مفيش حد. انا بروح مخصوص كل شهر المكتب اجيب الفلوس واروح اوديها للست.
صحيح العظمه كبرت، لكن اهو ربنا بيقويني. طب واحده واحده بقى كده يا عم طه، وفهمني بالعقل كده. واحد ما تعرفوش بيبعت لك فلوس لناس ما تعرفهمش، متحوله باسامي ناس انت ما تعرفهاش، وانت بتتعامل معاهم كده عادي؟ يا ابني انت لو شفت حاله الست دي في بيتها هتصعب عليك. وبعدين ربنا مسخرني اكون سبب لرزقها. هتاخر ليه؟ ما اقدرش اتاخر. سبحان الله. طيب يا عم طه، الحواله او التحويلات ديت المفروض ان هي مثبته في سجلات رسميه صح؟ ايوه يا ابني مثبته، حتى اسامي المرسلين وارقام بطايقهم وكل حاجه. بكره الصبح تجينا على مكتب البريد الساعه 8 ان شاء الله يا ابني. بس انا دلوقتي عظمه كبيره وما بعرفش امشي، والمواصلات بتتعبني يعني. هتلاقي بكره عربيه الساعه 7:30 مستنياك قدام البيت، هتجيبك على هناك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا حاج طه. مع الف سلامه. لقيت حاجه عندك يا شاهين؟ ايوه يا استاذ طه، لقيتهم بتوع 2007 و2008. عال هات. يا عم طه بتعمل ايه كل ده؟ لا مؤاخذه بيه، ما انت عارف ان انا ما اعرفش تاريخ التحويلات دي بالظبط، انما انا بستناها تجيلي الخميس الاخير من كل شهر. اهدى على الراجل شويه. ها ازيك يا استاذ طه؟ اهلا. ازيك يا ابتسام؟ الحمد لله. عامله ايه يا بابا؟ الحمد لله. وازاي ماما عامله ايه؟ خلاص يا عم طه، مش وقت مسامره، ما تخلينيش اتغاب عليك. معلش يا بيه معلش، اصل انت عارف بقى احنا هنا زملاء ونعرف بعض كويس، وبعدين اعرف الجيران وخالاتهم وعماتهم. طولك يا روح عم طه، انجزنا والنبي معلش. حاضر يا استاذ، حاضر لحظه واحده. ايوه الورقه اللي فيها، استنى يا ابني عليا شويه. الله، دي الاسامي كلها اهي. عباس النبوي شحاته عباس النبوي عباس شحاته. دول متحولين منين؟ مكتب بريد الماكس. بقعد بقى ارغي انت وابتسام. ها مع السلامه. رايح فين؟ رايح فين؟ الله يخرب بيتك. بقى حتة حديدة ايه؟ دي شوية باغة على شوية ازاز زيك يقلبوا حياتي كلها بالشكل ده؟ كنت قاعد في دكاني كافي خير شر لحد ما وقعت في قرابيزي. 20 سنة الدبان الازرق ما يعرفليش طريق جرة، لحد ما جيت انت بقى قلبت عليا أمة لا إله إلا الله كلها. المشكلة بقى إني لا عارف أرجعك مطرح ما جيت، ولا عارف أخلص من أمك. وده ليه بقى مش عايز أخلص من أمك؟ لأن حبل المشنقة لما يتلف حوالين رقبتي أنت الوحيد اللي هتنجيني منه. سفخس على صنعك، سفخس. يوه، انت بتكلم نفسك يا عم درويش؟ لا أنا بكلم التاب. انت بتبصيلي كده ليه؟ بتفهمي انت في التكنولوجيا؟ لا. خلاص سيبينا ندردش مع بعض شويه. يا تاب، صلى على النبي يا عم درويش، المصارين في البطن بتتعارك، وعلى رأي المثل حيرتنا يقرع من فين نبوسك. حيرتنا يقرع من فين نبوسك؟ عندك غسيل يا عم درويش اغسلهولك؟ لا ما تحرمش منك ابدا. السلام عليكم. حيرتنا يقرع من فين نبوسك. ايوه يا اسماعيل، عملت لي ايه؟ فاهم باشا، الموبايل مقفول من امبارح، ما عرفتش اوصل. طيب خليك وراه، وانا طلبت منك تجيب لي اخر ارقام وهو كلمها. حصل يا ريس. ورقه قلم مع حضرتك. قول. ماهر سليمان. ماهر سليمان ايه بقى؟ ماهر سليمان الدخش يا ريس، الدخش. ماهر سليمان الدخش ده اللي بعديه. استنى بس قبل ما تقول اللي بعديه، تعرف تجيب لي عنوان ماهر ده؟ دي اسهل حاجه طلبتها مني من ساعه ما عرفت حضرتك يا ريس. اكتب عندك. تمام يا سمعة، تسلم.